معاكِ من مطبخ شيماء. لو أول مرة تشوفيني يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي اللي بانزلها، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنعمل النهارده براونيز بكل احترافية، ولو أول مرة هتعمليه إن شاء الله هيطلع معاكِ ناجح من أول مرة. وكمان إزاي تطلعي الطبقة الكريسبي اللي بتبقى مميزة البراونيز. معايا هنا 70 جرام من الزبدة، عليهم 80 جرام من الشوكولاتة الخام، لو حابة تستخدمي بالحليب مفيش مشكلة معاكِ. هاحطهم في الفرن يسيحوا، عندك ميكروويف حطيهم يسيحوا مع بعض. وهاجيب بولة دلوقتي وهنشوف هنعمل ايه في المكونات الباقية. حطيت هنا في البولة 200 جرام من السكر الحبيبات، وحطيت 2 بيضة حجم وسط، وهحط عليهم فانيليا وبالمضرب اليدوي وهمزجهم مع بعض كويس. انا مش عايزة السكر يدوب بنسبة 100%، انا هقلب بس لحد ما يبقى القوام معايا يبقى تقيل شوية ويبقى لونه فاتح. وهحط هنا دلوقتي ربع كوباية من الزيت، وهقلب برضو بالمضرب اليدوي لحد كل المكونات ما تختلط وتمتزج معايا بالشكل ده. هنا معايا بقى نص كوباية من الدقيق هحطها لحد ما تختفي، وبعدين هحط ربع كوباية من الكاكاو الخام الاسباني بدون سكر، علشان خاطر ما نبوظش الوصفة معانا. وكمان هنا السكر مظبوط جدا، فلو كنتي استخدمتي الكاكاو بسكر فياريت تقللي السكر في الوصفة من الاول، علشان خاطر هنا المقادير مظبوطة فما يسكرش معاكي ويبقى مظبوط جدا. زي ما انتوا شايفين كده لامع وما شاء الله حلو جدا، والقوام معايا هتلاحظوا دلوقتي هيتغير خالص. هنا بقى معايا الشوكولاتة والزبدة ساحوا، بقلب بالسباتولا كده بالشكل دوت علشان يمتزجوا مع بعض. وبعدين هضيفهم على الخليط اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي. اول ما اشتغلت انا حطيت كنت مسخنه الفرن عشان انا عايزه درجه حراره عاليه، لاني انا هدخله اول ما هدخله هخلي درجه الحراره على 180 لمده يعني 10 دقايق كده. وبعدين في الرف الاوسط، وبعدين هقوم موطيه عليه النار شويه لدرجه حراره 160 علشان يطلع معايا الطبقة المقرمشة اللي هي الكريسبي اللي هي بتبقى من فوق، اللي بتبقى مميزة البراونيز. هيطلع ناجح معاكي، بس ياريت تمشي على الخطوات زي ما انا ما عملتها بالظبط، وانا كمان هسيبلك المقادير بالظبط في صندوق الوصف. جبت هنا بايركس وحطيت كده في الارضية حطيت ورقة زبدة. مش حابة تحطي ورق الزبدة هتدهني دهنة من الزيت او الزبدة، وهي هتعفري حاجة بسيطة خالص من الكاكاو. انما ورقة الزبدة عشان يبقى سهل معاكي ان هو يطلع، وكمان يبقى يعني سهل التقطيع كده. وهتشوفي معايا دلوقتي كل حاجة. هو قعد معايا في الفرن بالظبط لمدة ربع ساعة ودقيقتين كده كمان. طفيت عليه وسبته، شايفين طالع معايا اللهم بارك، طالع معايا القشرة اللي بتبقى مميزة البراونيز، اللي هي الطبقة اللي هي الكريسبي ديت. كده تعرفي ان انتي مشيتي صح، البراونيز ناجح جدا. اللهم بارك. شايفين انا هنا كنت بقطعه لكم وهو سخن، فالمفروض ان انا كنت صبرت عليه شوية علشان خاطر هتلاقوا البراونيز ساب ورقة الزبدة ومش هتلزق فيها خالص. بقطع لكم عشان هوريكم من جوه فودجي جدا حلو قوي. شايفين انا بقطع بالسكينة، السكينة طالعة معايا نظيفة على قد ان هو فودجي بس مش معجن، اللي مستوي كويس جدا لان طبعا درجة الحرارة مظبوطة والمقادير معايا كمان مظبوطة. شايفين هنا من جوه بوريكم قد ايه هو فودجي وحلو جدا ما شاء الله اللهم بارك. هيعجبك جدا لما تجربي الطريقة ديت، وسهلة وموفرة، ما خدتش غير 2 بيضة واحدة. هنا بقى عشان نعمل كده شغل الكافيهات ونروق على العيال، جبت هنا بولة كده من الايس كريم وحطيتها ورشة من المكسرات ورشة من الكريسبي، وبألف هنا. ياريت تجربيه وتقولي لي رأيك فيه.